المستقبل ديال هذه القارة الإفريقية والمستقبل ديال هذه المنطقة ديال شمال إفريقيا والمستقبل ديال هاد الشعوب، مستقبلها هو التكتل وهو التعاون وهو التضامن وهو التداخل وهو التكامل الاقتصادي، وأن كل دولة تدافع على الحقوق ديال الدول المجاورة لها في الوحدة الترابية، في الاستقرار، في الأمن، في السلام، في كذا، لأنه هاد المنغّصات وهاد المشوشات ما غيبقاوش، ما غيستمروش. الدولة الراعية للمشروع دائمًا ديال التشرذم ديال القارة الإفريقية، تمزيق القارة الإفريقية، المشاريع الانفصالية، النزعات العسكرية، الدولة اللي دائمًا كتدعم هاد المشاريع دابا راه كنشوفوا واش كيوقع لها، فرنسا كتراجع، التراجع تلو التراجع، تلو التراجع يعني ما دائمًا. وفرنسا عندها مشكلات مع راسها وعندها مشكلات مع الدين وعندها مشكلات مع الأديان وعندها مشكلات مع الثقافات ومع الشعوب وعندها مشكلات مع أوروبا وعندها مشكلات مع جيرانها فرنسا تمشي تقابل راسها، صافي، سالات قصة فرنسا، تمشي تقابل راسها وتخلي هاد الشعوب يدبروا مشاكلهم بيناتهم. هاد النهضة ديال القارة الإفريقية عندها جوج ديال المفاتيح، عندها المفتاح ديال شمال إفريقيا باقي معطل، مصدّي ما باغاش تخلّيه، يعني كاينة فرنسا من خلال الجزائر كتعرقل هاد المفتاح شمال إفريقيا. عندها الآن مفتاح أبعد بكثير واستراتيجي وأهم ومهم جدًا وهو خدّام، كيتفعّل الآن هذاك المفتاح راه خدّام الآن يعني كيدور هذاك المفتاح، اللي هو المفتاح ديال الواجهة الأطلسية ديال القارة الإفريقية. ملي كيجي جلالة الملك ويتكلم على هذا الربط، يعني الدول الإفريقية ديال الساحل، دول الساحل الإفريقي، تولي مُطلة أيضًا على المحيط الأطلسي، بمعنى كنتكلموا على بناء آخر أفقي اللي غادي يحل مشكلة الساحل والقرن معًا. حيت ملي كتجي نتايا للسودان وتسبب ليه ضرر، يعني كتجي كتشعل ليه العافية في الجوار ديالو، اللي هما ليبيا وتشاد، المغرب تيقول لك لا الحل ديال هذه المشكلات وقالها جلالة الملك، الحل ديال هذه المشكلات ماشي أمني، مشكلة الساحل ومشكلة الدول الإفريقية ماشي مشكلة أمنية، مشكلة إنسانية، اجتماعية، ثقافية، تنموية، يعني مشكلات التنمية كتجمع لك هذا الشيء كامل، التنمية فيها التعليم وفيها الصحة وفيها الشغل وفيها الغذاء وفيها كل شيء، التنمية هي المفتاح. هاد الشعوب هادو خاصهم يتمكنوا من أدوات التنمية، وأدوات التنمية خاصهم مشاريع ديال الربط القاري، مشاريع ديال التكامل، يعني هاد الشعوب والدول ترتبط ببعضياتها، وقع اللي بغا يوقع، ما غاديش نوض نتايا شعب مالي تبدا كتسب فيه، وشوفوا ما أنا كنقول حتى حاجة من عندي، رجعوا الإخوان شوفوا التغطيات ديال النهار ديال الخبر، خصوصًا هذيك الخبر، هذوك السلاقط ديال الخبر، هذوك عديمي التربية ديال الخبر، شنو داروا للشعب المالي، كيسبوا الماليين، كيسبوا الشعب، كيسبوه بالجوع وتيسبوه بالفقر. عرفتِ ما عرفتش أنا شي واحد كيسب شعب كيسبّه بالجوع وبالفقر، متى كان الجوع والفقر سُبّة، يُسَبّ به الناس، شكون هذا فين هذه التربية، اش من أخلاق هذه كاينة أنك تجي لواحد الشعب معيّن تبدا كتسبّه تقول ليه أنك فقير وأنك جيعان وأنك ما عندك ما تلبس، هذه فين كاينة، فين أخلاق كاينة في الدنيا هذه، فين أخلاق هذه كاينة في الدنيا، فين تعلّمتوها أصلًا، فين كاينة؟ عمّرني هذه ما شفتها أصلًا أساسًا في الأخلاق ديال الناس، عجيب هذا الشيء عجيب وغريب. فبالتالي لقاو راسهم أنهم محاصرين وخاصهم يقولوا شي حاجة، ناضوا داروا ديك التمثيلية ديال هذا هو لب الموضوع، هذيك التمثيلية ديال العقوبات، خرّجوا قانون المالية وقال لك أسيدي راه غيوقفوا القروض اللي كانت كتعطى وهو راه ما كاين لا قروض لا حتى حاجة، هذاك الشيء راه تكلم عليه تبون داك العام قال لهم راه غنعفيو الدول الإفريقية من القروض غنعطيهم من الديون غنعطيو معونات، المعونات ما كاين حتى حاجة، كاين والو، حتى ريال ما كاين. هادوك القروض أصلًا اللي كيتكلموا عليهم كاينة شي قروض اللي ما بقاتش كاينة أصلًا، انتهت، يعني ما كتسال حد شي واحد ما كتسالو ما كيتسالك، كتمن عليه بأنه راه غتوقّف هذاك القرض اللي كنتي عاطيه، وأنت أصلًا ما عاطيه والو، يعني كتمن شي حاجة ما كايناش ما درتيهاش، كتمن على الناس شي حاجة ما درتيهاش، يعني بحال شي واحد كيمن على شي واحد تيقول لي أنا راه درت لك هاد الخدمة، هو راه ما دار ليه والو، ما دار لي حتى حاجة، وتيمن عليه شي حاجة ما دارهاش. فناضوا داروا هاد العقوبات الوهمية، هي عقوبات وهمية، عقوبات وهمية، يعني وهم في وهم، ما عندها حتى معنى، لا معنى لها، مجرد وهم. علاش قالوها؟ لأنهم بغاو يغطيو الفضيحة، شنو هي الفضيحة؟ الفضيحة هي أنهم مجبرين يرجعوا السفير ديالهم، لأنه فرنسا قالت لهم خاصكم ترجعوا السفير ديالكم لمالي، ما يمكنش فرنسا تقطعوا عليها جميع السبل، وما تبقى عندها حتى شي علاقة بمالي وما تبقاش تعرف اش كيوقع تما. فرنسا خاصها شي حد اللي يبقى يبرقق ليها، يبقى يقول لها اش كيوقع، تبقى تجيب الأخبار.
فرنسا خاصها تجيب الأخبار اش كيوقع في مالي، ببساطة. وباش فرنسا تجيب الأخبار اش كيوقع في مالي، العساكر مجبرين يرجعوا السفير ديالهم. ما تقول لي لا عنده لا واش كاين هذا منطق؟ أنت الناس داروا فيك، داروا بيان، قالوا لك راك كتدخل في الشؤون الداخلية ديالنا، مستقبل الشخصيات بدا ما تشاور معنا، هذا الشيء اللي كدير راه غير مقبول. وفي الاخر عيطوا للسفير ديالهم للتشاور، عيطت للسفير ديالك للتشاور. ما معنى عيطت للسفير للتشاور؟ بمعنى سحبتي السفير. هذه راه اللغة الدبلوماسية الأنيقة. إلا قال لك شي واحد راه عيط للسفير للتشاور، بمعنى سحب السفير ديالو، راه سحبوا، سحبتي السفير ديالك، هذا احتجاج. الأولى كعيطتي للسفير ديال هما عيطوا للسفير الجزائر في باماكو، احتجوا عليه. عيطتي أنت للسفير ديالك ديال باماكو في الجزائر، عيطتي ليه شرحتي ليه، شويه ناضوا هما سحبوا السفير ديالهم، الماليين سحبوا السفير ديالهم من عندك، ناضتي انت سحبتي السفير. يعني كتسمى المعامله بالمثل هذه في القانون الدبلوماسي والقنصلي، الحق في المعامله بالمثل. سحبتي السفير ديالك، ملي سحبتي السفير ديالك من بعد، تحت ما حاشاها لك، تحت ما داها فيك، وهي تقول لهم فرنسا اش كديروا؟ دابا انتم السفير ديالكم ديال الجزائر جبتوه من مالي، والمالي دات السفير ديالها، وانا شكون اللي غيبقى يقول لي انا كفرنسا اش كيوقع في مالي؟ تخلوا روسيا تما دير ما بغات صافي. لا، خاص فرنسا تعاود تعرف شنو تيوقع في مالي. باش تعرف اش كيوقع في مالي قالت لهم رجعوا السفير بأي طريقة. باش هما يرجعوا السفير، باش يرجعوا السفير ديالهم ويحفظوا ماء الوجه، يبان بحال زعما راه مالي ضغطوا عليها، بحال بغا يصوروا الصورة وكأنهم راه ضغطوا على مالي. قال لك أنا نديروا ديك القضية، روجوا لديك المسألة ديال أنهم راه داروا العقوبات على مالي وداروا العقوبات على الدول ديال الساحل، وأنهم ضغطوا عليهم وأنهم حيدوا لهم قروض، باش يبان بحال زعما راه ضغطوا على مالي. ومالي ملي ضغطوا عليها قالت لهم وصافي غنرجعوا العلاقات مزيانة، ترجع الأمور كيف ما كانت. داروا هذه الحملة الإعلامية البائسة ديالهم باش في الآخر يرجعوا السفير بحفظ ماء الوجه. أما هو منطقيًا رجعتي السفير ديالك، مالي مازالين كاع ما رجعوا لا سفير لا والو، راه كاتباها فرانس 24، كاتبينها في الموقع ديالهم، لايف بي وكلشي كاتبينها في المواقع ديالهم، وكالة الأنباء الفرنسية وغيرها كاتبين هذا الشيء. يعني كيفاش أنتم بهذا بالزربان وكالة الأنباء الفرنسية اللي هي المخابرات الخارجية الفرنسية، عرفتي وكالة الأنباء الفرنسية كاتباها من ورا فاش أنتم رجعتوا، عيطوا السفير ديالكم صيفطوه لباماكو، كاتباها وكالة الأنباء الفرنسية بمعنى قرار فرنسي هذا. وملي كاتباها فرنسا، كاتباها وكالة الأنباء الفرنسية، كتقول أنه يُرتقب، مصادر دبلوماسية تقول، قالت لهم مصادر دبلوماسية تقول أنه مالي غادي ترجع حتى هي السفير ديالها. إذا الموضوع ما عنده علاقة لا بعقوبات ولا ما بعقوبات، هذه مسألة وهمية، معناتها حتى ما كاينش عندها وجود أصلًا. أنت ما يمكنش تعاقب الناس بشي حاجة ما درتيهاش أساسًا، وما يمكنش تمن على الناس أنك درتي فيهم بليزير أنت ما درتيهش أصلًا، ما كاينش لا وجود له، هذا مجرد هراء ضاحك على الدقون. الأساسي في الموضوع هو أنه فرنسا بغات تعاود ترجع العيون ديالها لباماكو، تعاود تعرف شنو تيوقع، لأنه راه معروف في القواعد ديال التعامل الدبلوماسي، راه الدول ملي شي دولة ما كيكونش عندها السفارة ديالها في واحد الدولة معينة، راه كتنعدم عليها الرؤية، ما كتبقاش تعرف أشياء كثيرة. ملي كتحط البعثة الدبلوماسية ديالك بمعنى راه كيولي تقدر توصل لبزاف د المعلومات وبزاف ديال المعطيات وبزاف ديال الأخبار. هذه من الأمور اللي كيأثرها الاتفاقية ديال فيينا، كتأثرها اتفاقية فيينا هاد النشاطات الدبلوماسية والقنصلية، خاصها تكون باش تكون تاخذ مجموعة ديال المعطيات ومجموعة ديال المعلومات. وهذا الشيء اللي ما كيعرفوهش العسكر ديال المرادية، هما بالنسبة لهم خاصهم ينفذوا المهمة، لأنهم ملحقة ديال فرنسا، خاصهم يديروا المهمة ديالهم في مالي. غير ذلك راه ما كاين إلا الكذوب. شوف في النهاية لا هما لا فرنسا، المشروع ديال الساحل والأطلسي هذا مشروع غادي مستمر، وما غيقدروش يوقفوه. وفرنسا إلا ما غيّراتش الطريقة باش كتعامل مع الدول الإفريقية ومع الشعوب الإفريقية، عمرها ما غادي تربح شي نقطة، غتزيدي تفشل وغتزيدي تخسر، ما غادي تزيدي تفشل وتخسر. وفرنسا إلا كتبقى معولة على هاد البيادق ديال شنقريحة وتبون وما لفّهم، راه ما غادي تمشي إلا في الخسران، راه معولة على أفشل الناس في العالم، أفشل الناس في الأرض، هُما هاد المجموعة هادي، هُما أفشل من يوجد معنا في هذا الكوكب. فشل الفشل يعني بجميع أنواع الفشل، فاشلين، 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 هذا الشيء اللي كاين ببساطة. إخوان كنشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، وكنتمنى أن هذا التحليل تكون فيه بعض المعطيات المفيدة، وإن شاء الله حنا على تواصل دائم، ونتلاقاو إن شاء الله يوم غد في موضوع آخر وفي قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.